ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رابع حلقه في سلسله الحمل شهر بشهر. النهارده هنتكلم عن الشهر الرابع بالتفصيل، عن حاله الام وعن حاله الجنين والفحوصات المطلوبه منك. وكالعاده طبعا بنبدا بحاله الام. اولا احب اطمنك، انت كده الحمد لله نقدر نقول وصلتي لمرحله الامان، وده لان بنسبه كبيره الحمل بعد الشهر الثالث بيكون الحمد لله ثابت، فكده نقدر نقول ان الحمد لله احنا كده في مرحله الامان، وربنا يا رب يكمل الحمل على خير باذن الله. وبكده هنقدر نقول ان اعراض الثلث الاولاني من الحمل خلصت، وهنبتدي اعراض جديده اللي هي اعراض الثلث الثاني من الحمل. هتبقى معانا الشهر الرابع والخامس والسادس، يعني خلاص بقى هنودع الغثيان والارهاق الغير مفهوم والالم اللي بيكون في اسفل البطن والالم اللي بيكون في الثدي. في معظم الحالات الاعراض دي بتنتهي معاهم مع نهايه الثلث الاولاني من الحمل، وبيبداوا باعراض جديده في الثلث الثاني من الحمل. ايه هي بقى الاعراض دي؟ اول حاجه هتلاقي ان بطنك ابتدت الحمد لله خلاص ابتدت تبان وابتدت تكبر. فلما البطن تكبر دي معناها ان الجلد اتمدد، فلما الجلد هيتمدد هيديك انت شويه احساس بالحرقان او تحسي ان انت عايزه تهرشي. طب ايه حل الموضوع ده؟ هتطلبي من الدكتور بتاعك ان هو يكتب لك على نوع مرطب للجلد مناسب اثناء الحمل. ما تحطيش اي مرطب كنت بتستخدميه قبل الحمل بدون ما ترجعي للدكتور. طيب هو هيكتب لك المرطب ده، هتلتزمي بيه، هترطبي الجلد يوميا عشان مع الوقت طبعا ومع البطن لما تكبر الجلد ده عمال يتمدد، هتبتدي احساس الحرقان واحساس الهرشه ده يزيد معاكي. فعشان تتفادي ده من بدايه الشهر الرابع اطلبي من الدكتور بتاعك يكتب لك مرطب يبقى مناسب في فتره الحمل. تاني عرض هيبدا يظهر معاكي هو الحموضه وحرقان المعده، وده طبعا مش عشان شعر البيبي والكلام اللي احنا بنسمعه ده، لا خالص. هي الفكره كلها بس ان البيبي بيكون ما شاء الله حجمه كبر، فلما انت بتاكلي هو بيضغط على المعده، يعني هو ربنا سبحان الله مسخر له كل حاجه جوه على مزاجه هو. الامعاء تتحرك من مكانها، المعده يضغط عليها، الكلى، اي حاجه جوه عندنا ربنا مسخرها له ان هي تتحرك على مزاجه. فهو لما انت بتاكلي هو حجمه بيكون ضاغط على المعده، فبتلاقي ان العصاره ابتدت ترجع تاني لكانها راجعه على زورك، فده اللي بيخلي عندك احساس الحموضه واحساس الحرقان، لكن مش شعر البيبي طبعا زي ما كل الناس بتقول. عايزه اقول لكم ان برده في عرض غريب شويه ومش شائع قوي في معظم الحالات، يعني هو بيجي لحالات قليله شويه، اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن يبقى نزيف في اللثه او نزيف من المناخير. طب امتى يكون امان وامتى يكون خطر؟ امان ده لو هو نقط بسيطه وعلى فترات متباعده، يعني حصل مثلا مره في اليوم او مرتين في اليوم على وقت بعيد عن بعضه ويكون نقط بسيطه، ده ما تقلقيش، ده من ضمن اعراض الثلث الثاني من الحمل. طب يبقى خطر امتى؟ لو قعد اكتر من نص ساعه بيحصل نزيف سواء من مناخيرك او من اللثه، كده غلط، كده لازم تبلغي الدكتور بتاعك. او لو هو في وقت قليل بس نازل كميات كبيره، كده نقلق وكده لازم نبلغ الدكتور. واول حاجه هيطلبها منك انك تقيسي الضغط بتاعك، وكمان هتبداي تحسي بشويه انقباضات كده في الرحم، مغص شبه مغص البيريود شويه، هتبداي تحسي بيه بس مش زي المغص اللي كان جاي معانا في اول شهر او تاني شهر اللي هو مغص التجميع، لا هو شويه انقباضات كده في الرحم تبداي تحسي بيها علشان خاطر كده البيبي بيكبر، الرحم عمال بيتمدد معاه عشان يبقى بيتناسب مع حجمه، فانت هتحسي بشويه انقباضات. دي شيء يطمنك، دي بسبب ان البيبي بيكبر فالرحم بيتمدد علشان خاطر يبقى متسع كويس، فده اللي هيسبب لك شويه انقباضات بسيطه. وعايزه اقول لكم ان كمان في بعض الحوامل الامساك والغازات بيبتدوا يزيدوا معاهم في الثلث الثاني من الحمل. طب انا مش حابه ان ده يحصل معايا وحابه اتفادى ده، هعمل ايه؟ تبداي ان انت زي ما احنا متفقين هتشربي سوائل كتير جدا، وغير ان انت هتهتمي باكل الخضار بالذات الورقيات زي الخس زي الجرجير زي السبانخ، كل الحاجات دي بتقلل معاكي موضوع الامساك والغازات. طب لو الموضوع زايد عن حده قوي ومضايقك تبلغي الدكتور بتاعك في الزياره بتاعتك علشان خاطر يشوف لو ينفع يكتب لك نوع ملين ينفع ان انت تاخديه في الفتره دي، يكتبها لك بحيث يسهل معاكي والموضوع ما يبقاش متعب عليك. في الشهر الرابع بقى في عرض شائع جدا وبيظهر لمعظم الحوامل، وهو ايه؟ هو التهاب المسالك البوليه. طب ده انا هعرف ازاي ان انا كده عندي التهاب في المسالك البوليه ولا ده حاجه عاديه بسبب الحمل؟ اقول لك تعرفي ازاي. لو لقيتي ان انت عندك حرقان في البول، او لقيتي ان في وجع في جنابك مسمع في الظهر معاكي، او لو لقيتي ان البول لونه معكر شويه، وفي بعض حالات وده السبب الاساسي اللي بنعرف منه ان في التهاب في المسالك البوليه، ان هو انت تحسي ان انت عايزه تدخلي الحمام بس لما تدخلي الحمام تلاقي نفسك انت مش عايزه تعملي حمام اصلا، بس في احساس بان انت عايزه تدخلي الحمام. ده مجرد ما بتحسي الحاجه دي اعرفي ان كده في مشكله او في التهاب في المسالك البوليه. عايزاكي تخلي بالك وتلاحظي جدا النقط دي، لان مهم جدا جدا نكتشف الموضوع ده بدري. انا عايزاكي تلاحظي النقط دي كويس جدا جدا، وتخلي بالك ان لو ظهر عليكي اي عرض من الاعراض دي لازم تبلغي الدكتور بسرعه، لان كل ما بنكتشف الحاجه بدري كل ما بيكون علاجها بالنسبه لنا اسهل واسرع. عايزاكم يا جماعه تتفادوا بقدر المستطاع ان انت تكوني من الحوامل اللي بيجي لها التهاب المسالك البوليه، وده لان الاهمال فيها او لو احنا اكتشفناها متاخر بتكون عواقبه مش حلوه ومش عايزين نتكلم فيها. عايزاكي تخلي لبسك الداخلي يكون قطن، ونركز جدا
جدا على موضوع قطن ده، ونخلي المكان ناشف دايما. وتخلي بالك وانتي بتنشفي التنشيف يكون من قدام لورا مش العكس، مش من ورا لقدام. وطبعا مش محتاجه اكد عليك شرب الميه ثم شرب الميه ثم شرب الميه. هتبداي تلاحظي ان رجلك بدات تورم شويه، وده لان السوائل بتتدفق لتحت بسهوله. طيب لما ابدا احس ان رجلي ورمت اعمل ايه؟ معلش، عايزاكي تحاولي تدلكيها، وعايزاكي لو انت نايمه ترفعيها على مخده، ولو انت قاعده ما تخليهاش لامسه الارض، حاولي ارفعيها على كرسي يكون اعلى من الارض شويه. ومن ضمن الاعراض برضو، بس دي بتحصل لمعظم الحوامل مش كلهم، هو سيلان الانف او العرق بزياده. وهتلاقي برضو بروز في الاورده، خاصه في المنطقه دي اللي هو من الرقبه لهنا كده، هتلاقي تحسي ان الاورده بارزه وظاهره معاكي قوي. وعايزه اقول لك بقى، بما ان مرحله الغثيان خلصت، هتلاقي نفسك ابتدت تتفتح على اكل شويه، بس خلي بالك علشان خاطر الوزن ما يزيدش، لان كده كده بدايه من التلت التاني الوزن بيبدا يزيد شويه. فاحنا علشان ما يبقاش الوزن زايد من الحمل ومن الاكل، نحاول نخلي بالنا من اكلنا. عايزاكي لو اي عرض من دول ظهر معاكي بطريقه اوفر او بطريقه متعبه عليكي قوي، لازم تبلغي الدكتور بتاعك. ولو اي عرض غريب انت حسيتي ان هو حاجه غريبه او ما بتسمعيش عنها، لازم برضو تبلغي الدكتور بتاعك، لان احنا قلنا اي حاجه بنكتشفها بدري بنعالجها بدري. لو وصلت لحد هنا في الفيديو لسه ما عملتيش اشتراك، اعملي اشتراك في القناه عشان تتابعي باقي السلسله. وعايزاكم كمان تشاركوني في الكومنتات بكل الاعراض اللي ظهرت عليكم في الشهر الرابع. طيب انا كأم وحامل مطلوب مني ايه عشان احافظ على البيبي ده ويجي لي بالف سلامه يا رب ان شاء الله؟ مطلوب منك ان انت تاكلي اكل صحي وتهتمي جدا بشرب الميه. عايزاكي تدوري كويس جدا في اكلك على البروتين وعلى الحديد وعلى الكالسيوم، ركزي عليهم جدا جدا جدا، هينفعوكي وهينفعوا البيبي قوي. وعلشان انا مش حابه اطول عليكم، هتلاقوا في الشهور اللي فاتت سواء الشهر الاول او الثاني او الثالث انا شارحه بالتفصيل ناخد الكالسيوم والحديد والبروتين والدهون الصحيه من انهي مصادر غذاء بالظبط. وزي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت، احنا هناكل وجبات صغيره بس كتير، مش وجبات تقيله وعددهم قليل. ما تنسيش تعملي لايك وتكملي الفيديو. عايزاكي لو الدكتور سامح لك ان انت تلعبي رياضه ومديكي شويه تمرينات معينه تعمليها، التزمي بيها. لو انت مش قادره تلعبي رياضه او مفيش تمارين بتعمليها، حاولي ان انت تتمشي شويه كل يوم. وما ننساش طبعا متابعه الضغط اللي في كل شهر حمل، هاكد عليكم ان احنا نلتزم بيها جدا. نيجي بقى لبند العلاقه واللي هو فيه حواليه كلام كتير قوي شائع. طيب هي العلاقه ممنوعه؟ احنا قلنا قبل كده ان العلاقه مش بتتمنع لكل الحالات، العلاقه بتتمنع لحالات الاجهاض المنذر، او الحاله اللي بتشتكي من انقباضات في الرحم مستمره، او الحاله اللي معرضه لولاده مبكره. انما غير كده هتلاقي الدكتور بيسمح بالعلاقه عادي جدا، مش هيمنع. كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الام في الشهر الرابع. نتكلم بقى عن الجزء الخاص بالبيبي. البيبي هنا هيبدا الشهر وهو حجمه 8.5 سم، وهينتهي الشهر وهو حجمه 13 سم، وكمان وزنه في بدايه الشهر بيكون 43 جرام وبينتهي وهو 143 جرام. والمقاسات دي يا جماعه تقريبيه، يعني مش عايزاكي تسالي الدكتور يا دكتور هو طوله قد ايه، يا دكتور هو وزنه قد ايه. طول ما الدكتور مطمن وشايف ان القياسات بتاعته على السونار تمام، يعني وزنه وطوله متناسبين مع عمره على السونار، تطمني جدا. ما تشغليش بالك انت بالقياسات والوزن والحاجات دي، طالما الدكتور بيقول لك البيبي تمام يبقى خلاص اطمني، وما تساليش ولا في وزن ولا في طول. كده كده الدكتور بعدين هيبدا يبلغك بوزن البيبي، لكن في الوقت ده اللي هو لسه شويه جرامات صغيرين طبعا الدكتور مش هيبلغك بيها. لكن في المتابعه بعد كده الدكتور هيبدا يبلغك بوزن البيبي، يقول لك لا احنا كده الوزن ضعيف محتاجين نتغذى شويه، لا احنا كده ماشيين كويس والوزن كويس، وهيبلغك بالوزن بالظبط. لكن في الوقت ده هو بس كل اللي هيقدر يعمله ان هو هيقول لك تمام البيبي الحمد لله سليم ووزنه ماشي مع عمره في السونار ومفيش اي مشاكل. وكمان في الشهر الرابع بيكون البيبي كل اعضائه الداخليه اتكونت، وكمان هتبداي تحسي بحركه البيبي، بس برضه لسه حركه بسيطه، شويه خبطات كده صغيره، مش الخبط القوي بتاع الشهور الاخيره. هتحسي كأن في حاجه بترفرف جوه كده، او هتحسي ان في مثلا بطنك بتكركب كركبه شبه كركبه القولون كده. عايزه اطلب منك بقى ان مجرد ما عرفتي يعني ايه حركه البيبي وبداتي تحسي بحركه البيبي فعلا، تلاحظيها. هتلاحظيها ازاي؟ يعني ما يعديش ساعتين غير وتكوني حسيتي بحركته. طب لو انت ما حسيتيش او في حركه بس ضعيفه قوي، ممكن تشربي عصير، تشربي سوائل، او تاكلي شوكولاته مثلا. الحاجات دي هتساعد معاكي ان انت تحسي بحركه البيبي. وهتلاحظي اكتر ان الحركه بتزيد معاكي بالليل، لان هما معظم الوقت بيكونوا نايمين بالنهار. انت لو تتحركي وبتمشي، هو الحركه دي بتخليه يحس ان هو عايز ينام وبينام فعلا. فانت مع مجهود النهار وحركتك هو بينام، هتبداي تحسي بالحركه كويس جدا جدا بالليل. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر وقت بتحسي فيه بحركه البيبي. وعظم البيبي في الوقت ده بينمو بشكل سريع جدا، فعلشان كده عايزاكي تركزي جدا مع الاكل المليان كالسيوم. وهرجع برضو ااكد عليكم ارجعوا لشهور
شهور اللي فاتت، اللي هو الشهر الاول والثاني والثالث، هتلاقوني متكلمه عن مصادر الكالسيوم بالتفصيل. واحب افرحك، انت في الوقت ده ممكن بنسبه كبيره تقدري تعرفي نوع الجنين، بس في حاله لو هو راضي عننا وما قررش ياخد لنا وضع السجود او اي وضع يخلينا ما نعرفش نوعه ايه. فلو هو نايم بوضعه الطبيعي هيبان جدا نوع الجنين، وده لان في الوقت ده خلاص الاعضاء التناسليه بتاعته كلها اتكونت. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالبيبي. هنتكلم بقى عن الفحوصات المطلوبه منك. احب اطمنك، فحوصات الشهر ده بتكون بسيطه جدا، احنا بس عايزين نطمن على العناصر اللي في جسمك زي فيتامين د، زي الكالسيوم، زي الحديد، وكمان فيتامين B12. وده علشان بدايه من الشهر الرابع بتبداي تاخدي كل العناصر اللي ناقصه في جسمك. يعني بعد ما تعملي التحاليل لو لقينا في نقص في الكالسيوم او فيتامين د او الحديد، تقدري تاخدي كبسولات تساعد معاكي انها تزود نسبهم في جسمك. وكمان عايزه اقول لك ان 90% من الحالات الدكتور بيقرر يوقف لها الفوليك اسيد من بعد ما الشهر الثالث بينتهي. يعني انت عندك في الشهر الرابع، طالما الشهر الرابع بدا، هتلاقي الدكتور بيبلغك ان الفوليك اسيد هيتوقف. ده في معظم الحالات، مش الحالات كلها، بيكون راجع لاستشاره الدكتور طبعا. وطبعا مش محتاجه ان انا اكد عليكي ان لو لقيتي في نقص في التحاليل بتاعتك في اي عنصر من العناصر اللي اتكلمنا عنها، عايزاكي تهتمي جدا جدا بالكبسولات بتاعتها وما تاثريش فيها نهائي، علشان ما تضريش نفسك اولا وما تضريش البيبي كمان. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.